بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء له من مشهد كبير هنا في العراق الحبيب، هنا في الحضارة والثقافة والفن والكرم والجود، هنا في أرض العراق. كم كانت هي المشاعر كبيرة جدا عندما شاهدت هؤلاء أو هذه الوجوه، كم هي فرحة، كم هي عاشقة، كم هي متشوقة. نعم، إنه العراق العظيم، نعم هذه الجماهير تستحق هذه الفرحة. صوري أختي، صور أخي، التقط كل ما تشاء من سيلفي. هنا مباراة نعم ودية، ولكنها بمعنى كبير تجمع فيما بين منتخبين كبيرين لهما صولات وجولات، لهما من جديد. عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي وعبد الله شاهين رئيس الاتحاد الكويتي، يبدو هما الاثنين الآن إلى أرضية الملعب ليصافحوا لاعبي الفريقين. ومن خلفهم؟ نعم، خلفهم هناك السفاح العراقي الكبير يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي أيضا، اللي يتواجد في هذه المباراة. نعم، هي مباراة للتاريخ، نعم هي مباراة تجمع فيما بين فريقين تألقا وتعملقا ووصلا بالكرة الخليجية إلى كأس العالم. الكويت نعم في 82 في اسبانيا، بعد ذلك العراق 86. نعم، ها هي الكرة العراقية تعود من جديد، وها هو المنتخب الكويتي أيضا يعود بإذن الله كما كان متألقا شامخا. الكرة الكويتية نعم بذكريات العنبري والمرعب وفليطح والطرابلسي ومحبوب ونعيم سعد والحوطي ومحمد كرم وبقية الأسماء الكبيرة في الكرة الكويتية. نعم كرة قدم، لكن عندما يتواجد فيها الكويت والعراق فإنها تبقى شيء آخر في أرضية الميدان. مبارياتهم تتسم دائما بالقوة والإثارة. هنا السفاح يونس محمود، وهنا من حمل كأس آسيا بضربة رأسية. شوف لما الكاميرا جت على يونس محمود، استمع إلى الجماهير العراقية الكبيرة، لقطة تذكارية. يا رب يا رب دائما تكون الألفة الخليجية الواحدة، يا رب يدوم الأمن والأمان على العراق الشقيق وعلى كل الدول العربية، ويا رب انك ابدا ما تفرقنا. يا لها من لقطة، يا لها من لقطة تجمع الكويتي والعراقي، وان شاء الله دوم يا رب، ان شاء الله دوم يا رب. الله يحفظ العراق من كل سوء، ويحفظ ايضا الكويت، ويحفظ جميع الدول الخليجية، والله يدوم الامن والامان على بلدنا، اللهم امين يا رب. هنا ملعب الميناء، نعم هنا ملعب الميناء بذكريات ايضا ملعب الشعب. ذكريات ملعب الشعب.